مشروع حيوي تقدر كلفته ب3 مليارات و134 مليون ليرة سورية، تسعى إليه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لتأمين مياه الشرب لمدينة الحسكة وأريافها، وذلك كحل بديل لمحطات مياه وقعت تحت سيطرة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته شرق البلاد تعرف بمحطة علوك، وذلك بعد الهجوم الذي شن على المنطقة في 9 من تشرين الأول من العام الجاري. يعتمد مشروع لجنة البيئة والبلديات في مقاطعة الحسكة على جر نهر الخابور إلى سد الحسكة الشرقي الذي يفيض خلال فصل الشتاء، وذلك عبر قنوات جر مزودة بمضخات تعمل على رفع المياه من مجرى نهر الخابور إلى القنوات الواصلة بين محطة الضخ وبركة السد الشرقي للمدينة، ومنها عبر محطات تصفية وتحلية تصل إلى المواطنين. هذا وبحسب الدراسة الفنية للمشروع المقدمة من قبل أكثر من 20 مهندس مدني مختص في مجال الري والزراعة ومشاريع المياه، فإن المشروع سيصب 53 مليون متر مكعب من المياه خلال أشهر الشتاء ال4 في بحيرة السد، الكمية التي ستؤمن مياه الشرب بشكل يومي لكامل مدينة الحسكة وأريافها لمدة 1.5 سنة دون انقطاع، نسبة لاستهلاك المدينة السنوي المقدر ب28 مليون متر مكعب. الرئيس المشترك للجنة البيئة والبلديات في مقاطعة الحسكة عبد الغفور أوسو قال لوكالتنا وكالة أنباء هوار حول مراحل ومدة المشروع: مشروعي إيجو وقت ما برجع بارد الواسكر أو تشنيخ. إن المشروع في آخر مراحلها الفنية وتخصيص الميزانية المطلوبة التي وصلت لأكثر من 3 مليارات و134 مليون ليرة سورية. أغلب هذه المصاريف خصصت لقنوات الجر، وستستغرق عملية تنفيذ المشروع من 120 إلى 150 يوما بعد تخصيص الميزانية والمباشرة بالعمل. ستدخل محطات التصفية والتحلية العمل مع وصول المياه إلى بحيرة السد.